الو معاكم مريم نبيل. حياتنا عامله زي البازل، بنحتاج نجمعها عشان نشوف الصوره اوضح. ساعات الشغف بنكتشفه، وساعات الحاجه بنخاف منها ممكن تكون شغلانتنا، ولما بنشفت كارير فجاه الصوره بتتلخبط. النهارده هنجمع البازل مع رويده. ازيك يا رويده، عامله ايه؟ هاي ازيك؟ ايه الاخبار؟ all good. قولي لي ازاي قدرتي تعملي شفت كارير؟ بصي، هي ما كانتش بالسهولة دي. يعني الموضوع كان بادئ بطريقة مختلفة، انه انا كنت نفسي اخش حاجة معينة، اشتغل حاجة معينة، اخش في كارير التدريس اكتر، الميديا والحاجات دي كلها. بس ما كانتش نافعة معايا بall means. اوكي. طبعا في عوامل تانية خلتني اللي هو لا اشوفي شغل تاني، لا اشوفي الحاجات دي. ما عملتش كده في الاول. صممت اشتغلت فيديو اديتور شوية. في بقى حاجات تانية خلتني لا، انا لازم اسيب كل ده، كل اللي انا بحبه، عشان اشوف حاجات جديدة. ابتديت اسمع كلام الناس. كان ناس كتير بتقولي جربي، لو جربتي هتعرفي whatever ايه هي الشغلانه، لحد ما قررت ان انا ما اجرب. كنتيش راضيه اساسا ما تجربي حاجه كنتش تانية؟ عايزه اجرب. كنت حاطه في دماغي دايما ان انا هفشل، ودي فعلا حقيقه انا هفشل. لا صعبه، مش شغلانتي، ما بحبهاش، ما بفهمش فيها، وهكذا. بعديها قلت هجرب. خلاص انا هجرب. اختي دخلتني في القصه دي كلها. هي شغاله في الريل استيت بقالها almost 15 سنه مثلا. اوكي. جربي. انا ما كنتش بعرف اتكلم مع ناس قوي، ما بعرفش ارد على الناس، ما بعرفش اقنع ناس، ما عنديش الحته دي. قالت لي جربي، وزقتني. دخلت جربت. عايزه اقول لك ان انا قعدت لمده 10 15 يوم كل يوم بروح اعيط. انا مش شاطره انا مش فاهمه حاجه. الناس هتتريق عليا، الكلاينتس مش حابيني. عياط. ما كنتش عارفه تتعاملي؟ ما كنتش عارفه اتعامل، لا لا خالص. يعني في بلوت تويست بقى حصل مختلف تماما بعديها. حسيت اللي هو ايه ده، انا ليه هفشل؟ انا في المدرسه كنت شاطره جدا، في الجامعه كنت شاطره جدا، بحط تارجت بعمله، فهجرب. حبيت الموضوع شويه. بعديها مش باول بيعه خالص. عايزه اقول لك انا اول ديل بعد الشغلانه اولموست بعديها بسنه اوكي، يعني اساسا حسيتي بالنجاح بعديها بسنه؟ بسنه اساسا. بس قعدت بقى اللي هو طب انا هشوف انا هعمل ايه. قعدت مع نفسي، ابتديت اذاكر اكتر، اشوف. لقيت ان الموضوع لا، انا لو جربت اي حاجه هعرف اعملها. فابتديت شويه اكون شاطره، ابتديت اسمع كتير، اتعلم كتير. البوينتس دي كلها لحد ما حبيت الموضوع شويه شويه. ما حبيتوش قوي، يعني مش مقتنعه برضه، بس حبيته. طب قبل ما نروح لحته ان انت حبيتيه امتى، انت ايه اللي كان بيحركك اصلا قبل الشفت كارير؟ يعني ايه اللي كان بيحركك ناحيه ان انت عايزه تدريس وميديا وكده؟ شغف وحب؟ لا بصي، ساعه الميديا كان حب رهيب. اوكي. لا يعني ده اكتر حاجه، ده الدريم بتاعي، انا عايزه اعمل ده. مم. بعد الميديا لا، كان بالنسبه لي انا ده تارجت، تحدي، اللي هو لا انا مش فاهمه في الموضوع ده، فانا هفهم فيه. لا انا هكون شاطره فيه. ما كانش حب اكتر من ان هو لا تحدي بالنسبه لي وسعي. لا انا هسعى بقى وهتحدى في الموضوع ده وهشوف انا هوصل لايه. ايه اللي كان بيحركك كل يوم وانت في ال 15 يوم دول؟ كنت بتكوني متضايقه، مش قادره، حاسه ان انت هتفشلي؟ ايه اللي كان بيخليكي يوم ورا يوم تكملي؟ اختي رقم واحد. مم. كانت كل يوم بتسبورتني في الموضوع ده. اهلي بنسبه كبيره جدا. وكان حد انا مرتبطه بيه. مم. كان اول فتره بيسبورتني جدا، ولا هتعرفي، هتكوني شاطره، الحاجات دي. اوكي. بس ستيل انا ما كنتش مقتنعه، ما كنتش حاسه من جوايا ان انا عارفه اعمل كده، لحد ما انا قررت من جوايا ان انا هجرب. يعني يعني ده كان بيخليكي تنزلي كل يوم بس مش قادره ان انت تحسي ان انت عايزه تجربي؟ خالص خالص كنت بروح وما كنتش بشتغل. مم. ما كنتش بتعلم، ما كنتش بحب ان انا اقعد مع الناس، ما كنتش حابه الموضوع تماما. لحد ما انا قررت لا، انا عايزه اتعلم ده. بس انا قررت ده ليه اصلا البوينت دي؟ عشان في حاجه معينه حصلت خلت الموضوع بالنسبه لي لا اتغير. انا ما بقتش مهتميه بيها. ان انا كنت مرتبطه في ريليشن شيب، مم. فيري لونج ريليشن شيب، وكانت بتنتهي. فده كان بالنسبه لي انا عايزه اطلع كل الطاقه اللي عندي دي في الشغل، في ده. طب انا عايزه بقى فعلا هتعلم. ما تخليش عندك وقت. بالظبط، انا بقى هتعلم، انا بقى هكون شاطره، انا هوصل للموضوع ده. ما انا مش هفشل في كل حاجه. مم. فدي كانت بالنسبه لي اكتر تويست حصلت. ودي اللي مكمله معايا لحد دلوقتي على فكره بنسبه كبيره. يعني كل ما بفتكر الموضوع، لا هو انا ازاي ما بعرفش اعمل كده، لا انا هعمل كده. دي كانت اكتر حاجه اثرت فيا شويه يعني. طب ازاي قدرتي تطوري من نفسك بقى من ساعتها لحد دلوقتي؟ كنت بسمع كتير قوي. اوكي. اكتر حاجه بعملها بسمع. وكنت دايما كل يوم شايفه انه لا انا هعرف اعمل ده. هاتعلم اكتر. مش بخش اعمل سيرش لا لا مش كده.
بس باقعد اشوف الناس اللي عدت بالموضوع ده وبقعد اسمعهم بقى اتكلموا مع كلاينتس قدامي، هنزل هعمل. انا كان احيانا بيوصل بينا بروح البيت الساعه 4 الفجر من كتر ما انا عايزه اعرف، مش مجرد ان انا بصحى بفضل قاعده ما بعملش حاجه. اوكي. يعني انا من الساعه 10 الصبح لحد ما بدخل بيتنا تاكدي ان اليوم كله كان شغل، ما عنديش وقت ان انا سوشيالايز، فده اثر على حاجات كتير. فلا انا كنت بسمع 100%. اوكي، اشتغلتي فيها كام سنة اصلا؟ 6 سنين ونص، داخله في 7 سنين. حلو ما شاء الله. 7 سنين، منهم بس اول سنه ما كانت شويه بتعلم اكتر، لكن بقى از ان انا بقيت بقى فاهمه الموضوع بالنسبه لي 100%. لا بقى لي 4 سنين. اوكي. ده خلاص، ده ماي مين، الموضوع بيجري في دمي دي كده. بقى اللي انتي مبسوطة بيه. مش شايفه نفسي غير في الموضوع ده. ده انا، ده اكتر حاجه انا بحبها وده اكتر حاجه انا شاطره فيها. ده ماي اوكي. باشن. بقيت انا اي حاجه بصحى من النوم عشان شغلي، بقيت مبسوطه. حتى وانا خارجه مع صحابي بتكلم على الشغل لحد ما زهقوا مني اصلا اساسا. طب اول حاجة نجحتي فيها انتي قلتي لي بعد سنة، حسيتي بايه ساعتها؟ انا اتخضيت، اللي هو الكلاينت عمل كونتراكت، بس ده انا اللي سنة ده وقت بعت. طويل قوي يعني. ايوه، عشان انا قعدت تحسي فتره بحاجة. بصي، هو الطبيعي ان لو كان معايا حد من الاول في الشغل بيساعدني بيبوش مي، اللي هو لا بيعلمني صح، صبور شويه، الحاجات دي كلها، كان ممكن السنه دي تكون اقل. بس انا ما كانش معايا الشخص هي ده، اختك ما كانتش ما بتساعدك؟ كانش في نفس الشغل، يعني اوكي، في كانت نفس بتشجعك ان الكارير انتي بس من تكملي بعيد. بس. بالظبط، يعني هي برضو ستيل عندها شغلها، امم. مش ماي مانجر، مش حد مثلا فوق راسي كل يوم، ايوه. لا خالص. فده اللي خلاني دلوقتي مثلا لما الاقي حد لسه بيتعلم، لا انا فوق راسه بقى كل يوم، اديله الزقه اللي انا كنت محتاجاها في الاول. امم. فسنه دي طويله، بس كان ممكن تختلف لو حد كان معايا اكتر يعني. شفتي يعني في حد ما كانش بيشتغل نفس الشغل وخليتيه شفت كارير زيك ونجح؟ اه، مين بقى ولا ايه كذا القصة؟ حد، لا كذا حد. يعني مثلا نبتدي من 2020. اوكي. حد كان مهندس ديكور اصلا، تمام، كان وكان بيشتغل شغل مهندس ديكور. اه اوكي. بيشطب 100% كل حاجه. قعدت اتكلمت معاه، طب ليه ما بتفكرش؟ كان داون شويه، طب ليه ما بتفكرش؟ لا انا مش هعرف، انا يا بنتي ماليش في لا جرب. جربت، ما جربش. اخدته معايا في نفس الشركه، وما كانش معايا في نفس التيم ولا حاجه، وقعدت بقى ايه كل يوم، ها كلمت كلاينت، ها عملت ايه، طب بتنزل. بقيتي بتزني بقى. بقيت بقى بس بطريقه لذيذه اللي انا كنت مستنياها من حد. دلوقتي الشخص ده في حته تانية خالص، بقى بيحب الشغل بتاعه. شغالها لحد دلوقتي، شغالها لحد دلوقتي، وبجد شاطر قوي تو ذا اكستريم. يعني بقى شاطر، هو بقى شايف ده، وفي ناس بقى تحته بدأ يعملوا كده مثلا. فاي حد ما جربش لازم تجرب. انت لو ما جربتش بالنسبه لي انت عايزه كل الناس تشتغل شغلتك مش لازم شغلانتي خالص. طب انا هقول لك مثلا على حاجه. قولي. انا مثلا مامتي كان طول عمرها نفسها تفتح ريستورانت. اوكي. طب جربتي؟ لا انا خايفه، ما حدش هيطلب، ما حدش هيجي. لحد ما جربت بس على حاجه اصغر، والموضوع بالنسبه لها اختلف تماما. عشان يعرف هو ينجح فيها اصلا. بالظبط، حتى لو دي مش شغلانتك، انت مفيش حاجه ما بتعرفش تعملها. بس هو الموضوع بيبقى صعب في الاول زي ما انت حكيتي كده. بالظبط، يعني هو عليكي كمان كان صعب. ما جدا يعني، حتى لو مش شغلانتك جرب، اتعلم، هتلاقيك عارف تعملها. ما هو احنا بني ادمين بنعرف نعمل كل حاجه، بس احنا اللي بنتحكم في ده. ايه اللي اتغير في رويدة كشخصيه، وايه اللي اتغير في علاقتها بالناس من اول بقى ما اشتغلتي لحد دلوقتي؟ بصي، هو انا حاجه والناس حاجه تانية خالص. يعني انا كرويده البرسوناليتي بتاعتي اتغيرت. كنت حد هادي جدا، ما بحبش الناس، ما بحبش اتكلم قوي. كنت واخده جنب شويه. لا شخصيتي اتغيرت 100%. دايما شايفه ان انا لا ليا ماي مين كاركتر، واثقه من نفسي جدا في الشغل وفي حياتي. بقيت بقعد، لا انا عارفه انا بتكلم في ايه، بقيت فاهمه في حاجات كتير قوي. علاقتي مع الناس بقى دي قصه تانية خالص. يعني لو بنتكلم ان 99% من الناس بعدوا عني بسبب ان انا كنت مركزه في شغلي. ان انت مشغوله مش فاضيه تخرجي وتنزلي. بالظبط، ما كانش في اللي حواليا فاهمين ان انا مركزه عشان عايزه اوصل لحاجه، او عشان انا عايزه انجح، او ان انا عايزه يعني بمعنى صح اكون مستقبلي. لا كانوا دايما شايفينها اللي هو انت بتخرجيش معانا، انت ما بترديش، بس مش حاطين نفسهم مكاني خالص. يعني في ناس مشيت 100% اختفوا باختفاء بجد. يعني لو شفنا بعض ممكن ما نسلمش على بعض. بسبب ان هم ما حدش كان فاهم قوي. وقعدت ابرر في الاول، كنت ببرر اللي هو والله انا مشغوله، انا اسفه. بس خلاص في ناس بقى اخدتها اللي هو ايه، مش هتبقى مستوعبه ان انت بتعملي حاجه عشان عايزه تعملي حاجه. فانا كان قدامي حاجتين، يا اما هرضي الناس يا اما هرضي نفسي.
لا هو نفسك طبعا. بس انا الاول كنت برضي الناس، فما كنت ايه باجي على شغلي شويه بقول عادي مش هيحصل حاجه لو مشيت الساعه 6 النهارده خرجت معاهم. بعد كده لا، هخرج معاهم في الويك اند لما اكون فاضيه، لما اخلص شغلي. ستيل انا بحبكم ومعزتكم موجوده وكل حاجه، بس انا شغلي اهم، ده اللي هيفيدني عشان اكون مبسوطه، عشان لما انزل اكون مبسوطه. انت بقالك 6 7 سنين في المجال، ايه التارجت اللي حطيتيه في دماغك ان انت توصلي له ووصلتي له بعد الديل اللي جالك بعديها بسنه؟ بصي في الاول خالص انا كان كل سنه تارجت بيتغير. ان انا الاول كنت عايزه ابيع بيعه بيعتين، طب انا عايزه اوصل للارقام اللي الناس اللي في الاوضه اللي جنبي بيوصلوا لها، بيعملوها ازاي. فابتديت اسعى ان انا اتعلم اكتر عشان اوصل للارقام دي. بعد اوكي. كده ابتديت السنه اللي بعديها ابص طب ما انا مديري ده اترقى ازاي. كنت انا بتعلمي نفسك ازاي؟ كنت كل يوم، لا اكتر حاجه بعملها بسمع، يعني اي حد بيشتغل بتلاقيني قاعده جنبه، قاعده ماشي. بشوف انت بتعمل ايه، اوكي. وبستأذن الاول هو ممكن اتعلم منك. بقعد ما بتكسفش خالص في الشغل. اي حد بيقول لي معلومه قد كده بحطها في دماغي وما بنساهاش لحد النهارده. اوكي برافو عليكي. في واحد كده كان مديري في اول شغلانه خالص قال لي كده اول ما بتخشي الشغل تلبسي بدله الشغل وانتي ماشيه بتقلعيها بمشاكلها، عشان ظابط. بالظبط عشان تنسي كل هموم الشغل ومشاكل الشغل والحاجات دي كلها. انا الكلمه دي لحد النهارده في دماغي. اول ما بخش الشغل بخش في اتيتيود الشغل، بتعلم لحد النهارده. اي حد لو واحد لسه داخل الشغل جديد انا بقعد اسمع منه برضه، بيعلمني. فدي اكتر حاجه فادتني. اوكي. ماي مين بقى تارجت ان انا كان دايما نفسي اوصل لبوزيشن في شغلي او ان انا افتح ماي اون بزنس. انا وصلت للاثنين بالنسبه لي. اوكي ما شاء الله. فان انا فتحت ماي اون بزنس دي كانت حاجه بوم بالنسبه لي. انت كنت حاطه تارجت كنت قدامك؟ حاطاه تارجت بس مش من اول سنه خالص. التارجت ابتدى يتغير، لا انا عايزه افتح شركتي، انا عايزه اعمل ماي اون بزنس. الموضوع كنت فاكره ان هو بالسهوله دي، بس هو طلع مش سهل خالص. محتاج شغل اكتر، محتاج حاجات كتير اكتر. في حد اصلا بقى ماي بارتنر في الشغل كان زيرو ريل استيت، فريش 100%. انت اللي علمتيه؟ 100%. فده بالنسبه لي الموضوع اصلا بقى يعني تحسي ايه، احنا الاثنين كوبي بيست كده قاعدين في الشغل بنفس كل حاجه، بس كل واحد بالمايند سيت بتاعته، كل واحد عايز يطور الشركه بطريقته. كملوا بعض. بالظبط، بس كل واحد ليه فكر بقى معين ومين جولز للشركه، فدي اللي بتكبرها. يعني الشركه اولموست بقى لها سنه دلوقتي، يعني عاملين مبيعات بارقام كبيره. ولا واحنا الاثنين بس، ما عندناش عماله خالص، ما دخلناش حد خالص، لان احنا عايزين نكبر الشركه نفسها. بعد كده نبتدي بقى ندخل ناس في الشغل. اوكي عاملين بلان يعني. 100% كل حاجه عندنا ماشيه منظمه. طول ما انت منظم في الشغل كل ما انت هتعرف توصل اللي انت عايز تعمله. صح. بالظبط. فده كان ده تارجت انا وصلت له. وكان التارجت التاني نوصل للبوزيشن. بسايد بقى شركتي، في الشركات اللي كنت بشتغل فيها انا مفيش شركه كنت بسيبها غير وانا عامله التارجت بتاعي، ان انا اطلع توب سيلز، احسن بيرفورمانس، بترقى. قبل ما بمشي لازم اكون واخده التايتل واروح ماشيه. اوكي. فدي كانت بالنسبه لي كده بحس ان انا مبسوطه، يلا بقى ناخد اجازه نتبسط بالاتشيفمنت اللي حصل بعد كل ده. ادوس على الزرار. بالظبط. بس ده اثر على حياتي كتير، يعني اثر على حياتي ان انا في المقابل ما بقيتش اشوف اهلي قوي خالص، ما بقاش عندي صحاب خالص. بداوا بقى يظهروا الصحاب اللي بجد بقى في الحاجات دي. تمام، 2 3 مش اكتر من كده، وهم دول اللي مكملين معايا. اوكي. ومش من نفس الكارير خالص، بس مختلف. حسوا باللي انا حاساه، عايشوا اللي انا عايشاه. فبالنسبه لهم تمام انت عندك حق، اتبسطي اشتغلي اكبري. بيفرحوا بيساعدوكي قوي بيشجعوكي يعني. قوي قوي. طب حلو. وبيفهموا لما انا اكون عايزه افضل ساكته بقى عشان خلاص تعبت من الشغل ومن مشاكل الشغل ومن الحاجات دي كلها، بفصل. اوكي طب ف... حلو. فدي كانت حاجه مهمه بالنسبه لي. هم كانوا اصلا اكتر ناس بتسبورت مي، واقفه معايا في الموضوع ده يعني. اوكي طب بما ان انت وصلتي للتارجتس اللي انت كنتي حاطاها، اكيد كان بيحصل لك دروبس في النص، في السنين دي في النص كده في حاجات كانت بتحصل بتضايقك، ما بتعرفيش تفصلي احيانا برضو، ما احنا بني ادمين. فكنت بتعملي ايه وقتها عشان تعرفي تكملي توصلي اللي انت عايزاه؟ ساعات بتحسي ان انت تعبتي مش قادره، كنت بتعملي ايه بقى وقتها؟ حصل لي كذا دروب، حصل لي 2 كبار قوي قوي. واحد في اول الشغلانه. اوكي. ده الدروب ده قعدني 2 مش عارفه اتعامل، فما كنتش عامله حاجه في حياتي غير ان انا بشتغل. فممكن ما يكونش مثلا ان انا ما كنتش بزهق من الشغل، انا ما عنديش غير ده ان انا اهرب من اي حاجه تانية. انت غالبا من الاشخاص اللي بتطلع كل غلها في الشغل. في الشغل بس. فاول دروب ده اثر عليا 2 محترمين بقى، وكان باين ان انا ما بعملش اي حاجه غير هو الشغل بس.
تاني دروب باين قوي ان انا داون، بس بشتغل. بس انا كنت محتاجه الفتره دي حد يزقني، وما لقيتش حد يزقني بصراحه خالص. كملتي ازاي؟ انا قومت نفسي. اوكي. انا قومت نفسي. انا ما كنتش قومت نفسي، كنت لحد النهارده كده ما عملتش اي حاجه اللي انا عملتها. انا فعلا قومت نفسي. كنت عادي بصحى بلبس احسن حاجه، بحط برفيوم، بنزل الشغل، مش عايزه اكلم حد، مش عايزه اشوف حد، بس انا هشتغل. اول ما بشوف الكلاينت خلاص مود بيتغير بقى، ببتدي اتعرف على ناس جديده، بتركزي خلاص مبسوطه، بتعرف على ناس جديده، كالتشر جديده، عندي كونكشنز، بقيت اعرف الناس. ممكن اخش في مشاكل عائليه للكلاينتس، بس خلاص اي حاجه اي حاجه تطلعني فريندلي، يعني بتتعاملي قوي. فريندلي. هو الكارير اللي انا فيه ده اهم حاجه انك انت تكوني بتتقي ربنا كده في شغلك، وبتامني للكلاينت وكلاينت يامن لك، فانت خلاص هتحسي ان اي حاجه تانية خلاص عدت. فالدروب التاني ده اللي قومني انا وكلاينتس يعني كان ممكن اقعد احكي لهم مشاكلي اصلا. بيرجعوا يكلموكي تاني؟ جدا اوكي. جدا، في كلاينتس احنا بقينا صحاب حلو خلاص. ده. يعني اللي بيشتري معايا مره بيشتري التانية والتالتة، طبعا مش كلهم، وفي كلاينتس كتير طبعا بيحصل ما بيننا مشاكل بس خلاص هي الدنيا ماشيه. بس ستيل كل شغل ليه مشاكله، لازم نصدق في ده. يعني انت مثلا شغاله في ميديا عندك مشاكل، لازم تصدقي ان كل اللي حواليك عندهم مشاكل في شغلهم. بس انتوا كلكم بتعرفوا تعملوا ده، فكلكم شاطرين في ده، فكلكم محتاجين تكونوا مستقبلكم، فلازم توافقوا باللي بيحصل. فعلا محتاج تكون مستقبلها دلوقتي. بس فهي دي اكتر حاجه موجوده دلوقتي. اوكي. بس وطبعا عشان في ناس واخده سايد تاني ان هي عايزه فلوس اكتر من ان هي تعمل كارير، فبتسيك فور الماني، ان هو انا بشتغل 24 ساعه عشان اعمل فلوس. وده برضو مش غلط، بس في حته كده اللي هو ايه، لا احنا بنعمل فلوس مش الفلوس اللي بتعملنا، فلازم نفصل شويه، لازم نريح، لازم ناخد اجازه. دي حاجه مهمه يبقى في قوي. كواليتي تايم. بالظبط، بس طبعا مش اجازه كل ويك اند، يعني اجازه كل 6 شهور ايه مثلا، ده، في ايه؟ اسبوع. كل ده؟ ما هو لو قعدت كل فتره كبيره كده عشان تعرفي تخشي في مود الشغل. 6 شهور كتير قوي. مش مشكله، مش هتعرفي. بيأثر عليكي انت نفسيا خالص بالعكس، انا بكون مستنياهم يخلصوا. بس عشان انت بتحبي الشغل قوي. على فكره احيانا بحس ان انا مش عايزه انزل الشغل، ما ده طبيعي. بس لا، انا كمان شهر 12 انا عندي اجازه كبيره، فانا بقى فاهمه ببتدي كده. تبقي عارفه ان انت عندك وقت كبير هتعرفي تتبسطي فيه، فبتعملي بس لو كان كل ويك اند انا اصلا مش هلحق اخش في المود الشغل، مش هبقى تربو اصلا في الشغل، فهخش الاجازه هكون مستنيه اصلا الويك اند، مش هستنى ان انا اشتغل. اوكي. طب بصي، بما ان في ناس بتضطر ان هي تشفت كارير، يعني دلوقتي الظروف بتاعت البلد مش احسن حاجه اقتصاديا، فالشركات بتقلل عماله، فالناس بتضطر بقى تدور على اي شغل، او الشغل اللي يجي لها تقبله. ازاي ممكن يتقبلوا فكره ان هم يشفتوا كارير، بالذات لو حاجه بيحبوها، يعني حاجه بيحبوها ويضطروا يغيروها لاي اسباب؟ بصي لازم الشخص ده يكون مصدق ان هو لو ليه نصيب في الشغلانه دي هتجيله بعد سنه 2 3 4. في شخصيات عدت عليا في حياتي وصلوا مثلا سي 38 39 داخلين في ال40 وعملوا شيفت كارير. خلاص شيفت كارير للريل استيت. طب انت ما بتحبش الريل استيت، بس خلاص انا هجرب. بعد 40 سنه محاوله جاي يجرب دلوقتي ان هو يغير. في ناس بتعمل كده عشان تحس ان هي كمان، في ناس ما بتبقاش مجبوره وفي ناس بتكون مجبوره. الناس اللي ما بتكونش مجبوره مثلا زي ليلى عز العرب، بعد لما وصلت سن ال40 قررت ان هي تشفت كارير، كانت بتشتغل في بنوك ووصلت لمراكز مرموقه جدا، فجاه قررت تشفت كارير تبقى ممثله، وبدات من الصفر بقى تروح ورش وتشوف هي هتعمل ايه وكده من اول سنه. ووصلت لايه؟ بقت فنانه كبيره ومعروفه هي بقى بتعمل اللي هي عايزاه. في ناس بتخاف من ده. يعني انا مثلا دلوقتي في ممكن شخص اللي هو انا كنت بحب شغلي قوي، بس الشركه مشتني عشان عايزه تقلل العماله عشان الظروف الاقتصاديه. بالظبط. انا هقعد في البيت هقعد اعيط؟ لا. شوف حاجه تانية اشتغلها، حبها، ادي فيها كده زي ما بيقولوا. وممكن الشغل اللي انت هتشتغله الجديد ده يوصلك انك توصل بوزيشن احسن في الشغل القديم، هتحبه كده كده، وتوصل بوزيشن احسن في الشغل القديم غير أيوة حتى لو انت ما بالظبط. حبيتوش. بس انت طول ما انت يعني بتدعي ربنا في شغلك خلاص الموضوع بس هو اوريدي لو ابتدى يعلى فيه هيحبه، هيحس بنفسه فهيحبه. في ناس بالنسبه لها انا لو عليت هتبسط، بس انا ستيل عاجبني القديم. انا عايزه ارجع القديم. القديم ده يعني ممكن لو هو موجود ممكن يبقى هوايه، ممكن ابقى اعمله في الوقت اللي فاضي فيه، لكن في الوقت الاساسي لازم يبقى لي مصدر دخل ثابت. ما هو ده لازم، وغير كده لازم تعرف ان هو انت لو ليك نصيب فيه هيرجع لك.
انا قعدت اشتغل، شوفي بعد كل سنين ريل استيت دي لسه جاي لي اوفر خطير في اديتنج في فيلم. اوكي. شوفي بعد يعني هتعملي ايه بقى؟ اتس نيفر تو ليت. أوكي. اكيد هجوين برضو بس ستيل جنب شغلي. بعد ما تخلصي الحاجه اللي انت انا ستيل بتعمليها بشتغل دلوقتي. اكيد مم. زي ما انا، بس عادي جات لي حاجه انا بحبها برضو هاف فن اشتغلها. طب حلو. بعد 6 سنين ونص اتس نيفر تو ليت بالنسبه لي. عايزه اشكرك، انا كنت مبسوطه ان انت موجوده معانا النهارده انا اكتر. واستفدت من الشيفت كارير بتاعك. شكرا. ثانك يو ليكي. ميرسي. النهارده اتكلمنا عن الشيفت كارير، وكل اللي بنحاول نوصله ان الصوره حتى لو انت مش بتحبها هي ممكن تبقى كل الصوره وتكبر وتنجح.